إذا سقيت بماء المكرمات فكيف تظن بأبنائها خيرا إذا نشأوا بحضن السافلات. مستمعينا، بفكركم تاني، حلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب. خلونا نرجع لحادث أليم حصل على قناة CBC يوم الجمعة اللي فات الساعة 10 مساء. كان حادث أليم بجد، حادث إعلامي أليم. خلوني أبتدي معاكم ببساطة مطلقة كده. يمكن دكتور باسم يوسف مع بداياته كنا مستلطفين البرنامج وكان دمه خفيف وبيضحكنا وحاجة لطيفة جدا ان احنا نضحك، يعني ان احنا نلاقي حاجة تضحكنا. كان في وقت محتاجين فيه نضحك وما زلنا محتاجين نضحك على فكرة. كتير جدا من يعني الفنانين الكبار كانوا بدأوا حياتهم أطباء، زي مثلا دكتور يحيى الفخراني، ودلوقتي الفنان الكبير والقدير الدكتور يحيى الفخراني ترك الطب وامتهن التمثيل. دكتور عزت أبو عوف والفنان الكبير والقدير دكتور عزت أبو عوف ترك الطب وامتهن الغناء والموسيقى ثم التمثيل. وأنماط كثيرة وأشكال كثيرة وأسماء كبيرة كمان تركت الطب وامتهنت التمثيل. خلينا نقول دكتور باسم يوسف ترك الطب وامتهن فن المونولوج، ودي حاجة في حد ذاتها تحترم. فن المونولوج فن جميل جدا، كلنا بنحترمه وبيضحكنا وبيبسطنا. يعني ما نقدرش ننسى طبعا اسماعيل ياسين، ما نقدرش ننسى الراحل سيد الملاح قد ايه كان بيضحكنا وهو بيقلد العديد من النجوم الكبار، يعني على سبيل المثال فريد الأطرش وناس كتير جدا. حمادة سلطان صاروخ النكتة، مونولوجيست رائع، وكان برضو بيقول نكت كتيرة جدا وكان بيضحكنا برضو. ماجد القلعي، محمود عزب شو جميل جدا في برنامجه الأخير طبعا، وهو بيقدم شخصيات سياسية وفنية وخلافه، بينتقدها بشكل راقي جميل. ولكن دكتور باسم ما حدث يوم الجمعة اللي فاتت كان مونولوج رخيص. أنا آسف ومعلش ما تزعلش مني، اعتبرني أخ أكبر، أنا أكبر من حضرتك في السن، ويسعدني إن أنا يعني ألفت نظرك، معلش ما تزعلش مني. باسم يوسف طلب مني إن أنا أعمل معاه فقرة جماهير دي مع بداية البرنامج، وأنا رفضت، اعتذرت، لأني لا يجوز إن أنا أستهين بمستمعي أنا ونجوم وهواك ولا بمشاعرهم، وهم مش مادة للسخرية. دي من وجهة نظري الشخصية، دول أهلي اللي أنا بقالي 10 سنين معاهم وبحترمهم وبأجلهم. لما فاتت فترة على برنامج باسم يوسف وخد جايزة من اليوتيوب، وجه لي الأستاذ محمد هاني رئيس تحرير قناة CBC دعوة للحفلة بتاعت باسم يوسف. بكل محبة رحت الحفلة وسلمت على باسم وقعدت معاه، وعرض عليا باسم تاني ان انا اشاركه في فقرة، وكان موجود كمان في وسط القعدة دي واحنا قاعدين الفنان الكبير علي الحجار، وكان موجود الفنان خالد النبوي والمخرج خالد يوسف، وكان في القعدة كان فيها ناس كتيرة جدا. وقال لهم اهو بشاهدكم على أسامة مش عايز يعمل معايا فقرة. وانا قلت له يا باسم انا يعني انا عجباني جدا، ولكن انا لا يجوز اطلع، مش هقدر استهين بالمستمعين بتوعي. بس وانتهى الامر على كده، ويعني في علاقة طيبة ما بيني وما بين الدكتور باسم يوسف على القعدة اللي قعدناها، مش اكتر من كده. ولكن فوجئت في الحلقة اللي فاتت من بدايتها بألفاظ في منتهى القذارة لا يجوز انها تدخل بيوتنا. قال لك البرنامج للكبار فقط. جميل جدا البرنامج للكبار فقط، ولكن برنامج الكبار فقط يا دكتور باسم يبقى الساعة 1 بالليل، علشان اللي عنده اولاد بيمشوا في البيت ما احبسهمش في اوضه عشان اتفرج عليك او ما اتفرجش عليك اساسا. كان زمان البرنامج للكبار فقط وما كانش فيه الالفاظ دي. فوجئنا بوابل من الالفاظ والتنويهات اللي في منتهى، يعني مش عايز اقول ايه، الفاظ انا لا يجوز اقولها في برنامجي، حتى تشبيه الالفاظ دي ما ينفعش اقولها عندي. الفاظ، تعبيرات، دلائل على حاجات معينه، لدرجه ان انا ابني كان معدي قدام التلفزيون بالصدفه وسمع حاجه قال لي يعني ايه دي يا بابا، عنده 11 سنه. انا رديت عليه طبعا رد تاني خالص في اي حاجه، وكنت محرج من ابني. كنت قاعد بتفرج على البرنامج الجزء الاولاني، انا ما كملتش البرنامج على فكره عشان الناس تبقى عارفه، ما قدرتش اكمله. وفوجئت بالفاظ في منتهى القذاره لا يجوز انها تكون على شاشه التلفزيون
احنا بنجله وبنحترمه. والادهى والاعجب يعني ان الاستاذ محمد الامين رئيس مجلس اداره مجموعه قنوات CBC يقال انه كان حاضر واكيد على علم باللي حصل في البرنامج. والاستاذ محمد هاني وهو زميل عزيز وكان لي الشرف ان احنا اشتغلنا مع بعض في برنامج البيت بيتك وهو كان رئيس تحرير برنامج البيت بيتك. ازاي تعدي منه حاجه زي كده؟ ده خطأ مهني فادح يا استاذ هاني. بكل يعني احنا اصدقاء على فكره، ولكن انا بقولها لك على الهوا، ده خطأ مهني فادح ان يعدي منك برنامج زي كده يصدر فيه كل الالفاظ القذره دي تخش بيوتنا. عايز تقول يا باسم نكته قبيحه قولها على قهوه يا اخي، تعالى لي في ودني وقولها لي ونضحك مع بعض، انما ما تطلعهاش على الملأ كده على قناه تلفزيونيه. ما ينفعش يا باسم يا حبيبي باي شكل من الاشكال ان احنا علشان نشتهر والبرنامج والناس تتكلم عننا نتكلم بقباحه. النكته القبيحه بتضحك اكتر من النكته العاديه، لكن حماده سلطان كان بيضحكنا بالنكته العاديه. ناهيك بقى الاستاذ عادل امام القامه الكبيره ياما اضحكنا وهو منتهى الاحترام، وكلنا ما زلنا نحترم عادل امام الى يومنا هذا. كثير من الكوميديانات، الاستاذ سمير غانم، الاستاذ محمد صبحي، ناس كتيره جدا محترمه اضحكونا كثيرا. يا راجل انت نجيب الريحاني ضحكنا من غير ما يبقى في سفاله في الكلام اللي طلع ده. فيعني انا بعتب على الاستاذ محمد الامين وبعتب على الاستاذ محمد هاني كمان ان هم سمحوا ببرنامج زي كده، يعني او مش بالبرنامج بالفاظ زي كده او شكل زي كده يطلع في البرنامج. دي حاجه. كتير من الناس وانا واحد منهم النهارده شفرنا قناه CBC علشان باي شكل من الاشكال ما اولادنا الصغيرين ما يفتحش التلفزيون الصبح واحنا نايمين يوم السبت في الاجازه يفتح البرنامج ويسمع شويه الفاظ قذره. طيب ليه تخليني اشفر قناتك يا استاذ محمد؟ ليه؟ طيب هتقول بقى نقط تانية كتير انت متضايق عشان سخر من فلان وعلان واتريق عليك. لا تعالوا ناخدها بالتدريج. الاستاذ باسم يوسف، الدكتور باسم يوسف، لما كان بيسخر من الاخوان المسلمين وكان بيسخر من الرئيس السابق دكتور محمد مرسي، ما كانش بيسخر منه لذاته ولكن كان بيسخر من بعض الافعال عملها. اوكي، السلطانيه وحط ايده في مكان حساس وهو قاعد في مؤتمر نف مسك بص في ساعته حاجات كده، وبيسخر من بعض مقدمين البرامج على البرامج الدينيه والانتقادات الغريبه اللي كان بيجيبها ما بين يعني على صفحات اليوتيوب بياخد من هنا ومن هنا، وده يمكن يعني كانت حاجه بتضحكنا. ولكن حضرتك النهارده بتسخر من سياده المستشار عدلي منصور وهو رئيس الجمهوريه المؤقت يا سيدي الفاضل، وهو رجل فاضل، رجل قضاء فاضل لم يسعى الى الوظيفه، ولكن الوظيفه هي اللي سعت اليه مؤقتا لحين وجود رئيس جمهوريه تاني. بتسخر، ده انت سخرت لدرجه ان خطبته 7 دقايق. طب احنا هنلاقي شغل منين؟ هو اي حاجه تاكل عليها عيش يا باسم؟ يعني المهم الاعلانات والفلوس ومش مهم انك بتعبس مع القضاء اللي احنا كلنا بنجله ونحترمه، ان احنا نتريق على رمز من رموز القضاء بالشكل ده؟ هل ده يجوز؟ الرجل المحترم اللي كلنا بنحترمه وما شفناش منه اي شيء، يا اخي لو صدر منه شيء اتريق على اللي صدر، انما انت ما لقيتش حاجه. لما النهارده تنفعل قوي وتسخن قوي على الفريق السيسي، يعني هل ده يجوز؟ هل يجوز ان احنا نسخر من القائد الاعلى للقوات المسلحه؟ يا استاذ باسم، لولا الجيش المصري وافراد وجنود الجيش المصري، ولولا ضباط الجيش المصري، ما كانتش سينا اتحررت وارضنا رجعت لنا. لولا الجيش المصري كانت ثورة 25 يناير كان بقى فيها الدم اللي ركب الى يومنا هذا اكتر من كده. لولا الجيش المصري كانت ثورة 30 يونيو اللي حضرتك ما اعتقدش انك نزلتها او سمعت عنها او كنت بتحضر لحاجة تانية وقتها، او كنت بتاخد كورس في مكان اخر عشان تيجي تشتغل وتعمل السبوبة الامريكاني بتاعتك دي، كانت البلد غرقت. لولا الجيش المصري والجندي المصري اللي واقف في عز التلج دلوقتي هو والضابط المصري اللي واقف لنا في الشارع، ما كنتش نمت حضرتك وزوجتك وبنتك في بيتك مطمن. اللي انت عمال تستهين بيهم وتتريق عليهم وتقول سيسي فور وكلام فارغ. هل يجوز انك تشبه الفريق السيسي بمهند؟ يا اخي ياما من العظماء حبوهم مصر. الزعيم جمال عبد الناصر حبوه كل المصريين. انور السادات لما بعد حرب 73 كل المصريين حبوه، كل المصريين كان عندهم سعادة يفدوه. هكذا الفريق السيسي. ليه لا ما يبقاش عندنا رمز كويس؟ وليه نسخر من كل الرموز الجيدة؟ ولا حضرتك ليك اجندة تانية يا دكتور باسم احنا ما نعرفهاش؟
حضرتك كنت فين طول الفترة اللي فاتت؟ ما سمعنا لكش صوت، ولا مقالة ولا تويتة ولا رأي ولا أي حاجة. كنت بتاخد كورس ولا كنت بتعمل ايه؟ أنا مش فاهم بالظبط. آخر حاجة، وأنا آسف أنا طولت عليكم، برنامج أنا ونجوم وهواك اللي حضرتك بتسخر منه اتريقت عليه كذا مرة وأنا ما زعلتش خالص. ده وإن دل على شيء يدل على نجاح البرنامج. في خلال 10 سنين، في خلال 10 سنين برنامج أنا والنجوم وهواك لم يصدر مني لفظ خارج. في برنامج استمر 10 سنين، واخد أحسن برنامج في مصر 10 سنين، واخد عليه أحسن مذيع في مصر 10 سنين، حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز انترناشونال يونيفرسيتي بسبب البرنامج ده. البرنامج ده لم يخرج بشكل فظ للجمهور بأي شكل من الأشكال. لما حضرتك تجيب الجماهير وهي فقرة مضحكة ودمها خفيف، ولكن تبتدي تشبه مستمعي أنا والنجوم وهواك بالعاهرات وتشبه الشعب المصري بالعاهرات، ده شيء أنا لا أقبله، لأن المستمعين بتوعي مش عاهرات يا دكتور باسم. سيدات البيوت اللي بيكلموني وبيشكوا لي مشاكلهم مع جوازهم مش عاهرات يا دكتور باسم. والألفاظ الخارجة اللي دخلت ده شيء في منتهى قلة الأدب، أنا لا أسمح بيه. معلش اسمح لي، مش عيب إنك تغلط يا باسم، كلنا بنغلط، ولكن العيب إنك تستمر في الخطأ، العيب إنك تظل على هذا الخطأ. لو خرجت اعتذرت للناس كلها صدقني انا اول واحد هاجي برنامجك وابوسك من هنا ومن هنا واقول لك يا سيدي الفاضل انا اسف جدا ليك. خلاص انا بشكرك وبحترمك جدا لانك فعلا اعترفت بالخطأ، لاني بجد يا باسم انا او كنت بحترمك. اوكي، لما تطلع تقول هسيبك لبرنس السنس والجنس وتقف ساكته كده وتقول الناعم، دي قله ادب يا استاذ باسم. انا ما اسمحلكش انك تهني. ولو ما احترمتش أسامة منير الإنسان اللي الناس بتحبه في مصر، احترم يا أخي فرق السن اللي بيني وبينك، لأن احنا أهالينا علمونا نحترم بعض. أهلي علموني أحترمك، أنت خليتني أخرج عن شعوري. يا دكتور باسم حضرتك مونولوجيست شاطر، أرجوك حاول تحافظ على نجاحك كمونولوجيست شاطر. فن المونولوج فن راقي، فأرجوك خليك في الحتة بتاعتك ولكن باحترام، علشان يزيد احترام الناس ليك ما يقلش احترام الناس ليك. مش كل ما تقل ادبك وكل ما تشتم وكل ما تعمل فرقيع وكل ما تغلط في الناس متخيل ان دي شهرة. مع الاسف ده سقوط، ومش سقوط عادي، ده فشل ذريع يا دكتورنا المبجل. تحياتي، اخوك الكبير أسامة منير.